طيب كل الكلام ده بالمناسبه فايدته ايه في الاخر؟ ان انا بقى كالهيد صاحب الشركه او مدير الشركه او السي او ايا كان حجم الشركه، انا عامل خريطه للطريق بتاعنا ومحدد اهداف احنا عايزين نوصل لها. طيب انا هوصل للاهداف دي ازاي؟ ما هو مش بي انا، بالناس اللي تحتي. فالناس دي لازم اكون متاكد ان كل واحد فيهم فيتنج، قاعد مكانه كويس، شغال بيعمل شغله صح جوه الشغلانه بتاعته عشان يوصل للاتجاه اللي انا عايزه، ويوصل للاتجاه بالسرعه اللي انا عايزها وبالتكلفه اللي انا عايزها، ويطلع لي الريفينيو اللي انا عايزه. انا بقى لو معين حد مش بالكفاءه دي، ومش عارف هو قوته عامله ازاي، ومش عارف لا لو اتطور هيروح فين، ومستني منه ايه زي ما بنقول، ايه اللي هيحصل؟ انا كده ماشي زي ما الطريق، زي ما فكره السفر تسهيل، يعني فكره ان الطريق زي ما ربنا ييسر لنا الطريق. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اصلا بيكافئ اللي بيسعى. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا كله، مش هينفع ان انا ما امشيش واكل، يعني ده قاعده كونيه ربنا سبحانه وتعالى حطها. فنقطه ان انا لازم امشي، لازم اتحرك، لازم احط لنفسي سيستم، انا عندي هدف، الهدف ده لن ابرح حتى ابلغ، زي ما سيدنا موسى قال، لان انا عندي هدف، انا مش هبطل لغايه ما ابلغ، لغايه ما اوصل. لازم يكون عندي هدف.